السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم السمك المقلي في الهلاية الهوائية الاير فراير بطريقة حلوة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. شايفين لونه حلو ازاي، جميل. كأنك عاملاه في الزيت، ما يفرقش كتير خالص. وطبعا بطريقة صحية ومفيش اي دهون، هي بس معلقة زيت او معلقتين زيت بالكتير قوي. تمام. انا عملت السمك بالطريقة العادية خالص. طبعا انا كنت عملت مرة قبل كده نسيت اصورها، فبدأت اصور في المرة التانية. بنتبل السمك بالطريقة العادية خالص بتاعتنا، وبعد كده بنعمله بالدقيق وبنجيب الفرشة بندهنه بالزيت فوق الدقيق ونختار له. انا هعمل برنامج، لان طبعا مفيش في برنامج السمك في القلاية. فانا هختار برنامج السمك. ده اول حاجة انا طلعتها. شايفين حلو ازاي؟ لونه فاتح وجميل، مش محروق، مش مجلد، مقرمش وتحفة. انا طبعا الكاميرا ظلمة جدا، لان طبعا الاضاءة عندي مش احسن حاجة، بس صدقوني كان حلو جدا، ما يفرقش كتير عن المقلي في الزيت، بالعكس صحي واحسن طبعا. انا طلعته في نص الوقت عشان اقلبه على الناحية التانية. طبعا اهم حاجة تحطيه، سامحوني لاني بصور بايد وبعمل بايد. آم، اهم حاجة تدهني الزيت على الناحيتين عشان يطلع معاكي كويس ولونه كويس ومقرمش. هنا كان باقي لسه 7 دقايق. هنستنى شوية وبعد كده نفتح القلاية ونشوف. هنا خلاص كان باقي دقيقتين، هوقفها وافتحها واشوف لونه عامل ازاي. شايفين؟ حلو جدا. لونه حلو ومستوي جدا ومقرمش. طبعا الفيديو هيبان كل التفاصيل. انا ادخله كمان دقيقتين. هنا بعد ما كملت كمان دقيقتين، كملت الوقت اللي انا كنت مظبطاه. شايفين طالع لونه حلو ازاي؟ بجد تحفة يا بنات، جربوه. ولو حد يعني لسه مش عاوز يجيب القلاية او عايز يجيبها ومتردد وقلقان. في ناس كتير بتشتكي بتقول السمك بيطلع منها لازق، بيطلع مهري، بيطلع ما بيطلعش احمر من القلاية، بيطلع لونه ابيض. شايفين انا عاملة كل حاجة قدامكم. السمكة تحفة يا بنات بجد. بس اهم حاجة ترشيها بالزيت زي ما قلت لكم. دي اهم تركية في الموضوع، ان احنا نرش الزيت من الناحيتين. اللي في النص ده كان بطرخ من السمك فانا تبلته برضه وحطيته كده قليته معاه. بجد طالع حلو قوي قوي، من احسن المرات اللي اكلت فيها سمك مقلي. وكلوا براحتكم بقى، ما تخافوش من زيوت ولا دهون ولا اي حاجة خالص. بجد عجبني جدا. انا هنقله في ورق، في طبق التقديم. عايزة بس اوريكم. شايفين لونها عامل ازاي؟ حلوة جدا. هنقله طبعا في طبق التقديم وهوريلكم. بجد ناشف ومقرمش وماسك نفسه، مش مهري ولا اي حاجة. الناس اللي بتقول بيتهري منها في القلاية، ده شكله بعد ما حطيته في سمك في طبق التقديم. عايزة بس افتح معاكم واحدة كده هوريكم لون السمك عامل ازاي. مستوي تحفة جدا ولونه ابيض وجميل جدا جدا. يا ريت لو اول مرة تشوفوا قناة تشتركوا في الجرس. ودي قلاية فريش 5.5 لتر. اللي عايز يجيبها ومتردد يجيبها بدون اي تردد. بجد فريش من احسن انواع وتحفة جدا جدا عن تجربة. مش بقول كلام والله ولا كلام فيديو ولا اي حاجة. بجد فريش حلوة جدا جدا. الحلة واسعة وجميلة وتسويتها حلوة جدا للاكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.